اوكي صباح الخير وصباح النور والسرور على عراقنا المنصور من يوم 4/11. الساعة حاليا بال6:03. ما اعرف شلون اشرح لكم اياها، بس البارحة ما كملت او نسيت ان عندي editing الفيديو اليوم، يعني الفيديو اللي صورته البارحة، فقعدت لل11:30 بس اسوي له edit لحد ما نزل. وهسه بس لازم اسوي له check بسيط سريع على مود اشوف انه نزل جد، حتى عندكم فد بلوج ينزل اليوم ب5 توقيت السويد، ب7 توقيتكم. وما اعرف اذا هذا التوقيت توقيت زين بالنسبة لكم، فاذا عندكم اي اقتراحات او تغييرات من ودكم نسويها فيا ريت تكتبوا لي. وبس والله كلش تعبانة، بس let's go. لازم بس اشوف انه كل شي صار بهذا الفلوج، وانه كل لان عادة او احيانا بس ال standard version يسوي loading، بس انا من ودي ال 4K هم ينزل لكم. Okay, that was it. راح ينزل اليوم الساعة 5 بإذن الله. Great. Let's go. Okay, so كالعادة الشوط المصعد ما قاعدين تشوفون زين شو لابسة، بس هذا بلوز عادي كلش دافي. هاي الكلمة قاعدة ادور وراها. سويت شاي واخذته وياي، وعندي لفاف وياي لان ما اثقف جو السويد. Let's go. Okay. So صباح النور والسرور على عراقنا المنصور من يوم already قلت الانترو right. المهم اليوم ساعة حاليا ساعة بال7:38 وصلت الدوام. بدلنا حاليا احنا جاهزين للدوام، وتعرفون انه احنا حاليا عندنا هواي قاعد يتخصصون يمنا، يعني عندنا يمكن حاليا احنا 4 ووحدة، يعني ماما قاعد يقولن احب لو راح اجيب بعد شوية، بس اكو واحدة بيهم اول ما بديت هنا I was like هالإنسانة مو جوي، اوكي مو جوي، بس يعني خلال هالسنة اللي شغالة هنا تعرفنا على بعض وما أدري منو هاي، وحاليا صرنا كول. فهسه هي حاليا صارها 4 أسابيع ما موجودة لأن بالمستشفى، أوكي يعني قاعد تتدرب بالمستشفى، عندنا هيج تدريبات لازم نسويها. المهم هي حاليا قاعدة تتدرب بالمستشفى صار 4 أسابيع، فهالأسبوع هي يعني راجعة، وبعد بس أسبوع تظل يمنا وبعدين ترجع. فمن شفتها ما أدري لا تلقائيا ابتسمت، I was like من شفتها جد يعني
ما شفتها وجه بوجه، شفتها على بالباص وشفت قاعدة تمشي. أنا was like oh my god. وأبدا ما توقعت نفسي راح يعني أحب هالإنسانة. بس شو أشارككم إياها. هالإنسانة أول ما بديت كانت من الناس اللي يعني يعلقون على كل شيء، عندهم رأي بكل شيء، حتى بالشهيق والزفير اللي انتو تاخذون لهم رأي بيه. فأبدا ما كان جوي، أبدا مو جوي. بعدين يعني هي فتحت نفسها، يعني بدأت تحكي عن سوالف وعن طفولتها وعن السوالف اللي هي مارة بيها وشلون هي حاليا قاعدة يعني ما راح اقول لكم تعاني، بس حاليا هي شلون يعني الصعوبات اللي واجهتها مأثرة بعدها على حياتها وهيجي سوالف، وشلون الأكس مالتها تركها. أنا was like أوكي إنه عادي يعني كلهم يتركون، بس تعرفون شلون عرفت إنه هو قاعد يخونها؟ جينيوس. أوكي سمعوني. كانت مصاحبة أمه على الفيسبوك، وكانوا رايحين رحلة عائلية، والإكس مالتها يعني البنية اللي كان وياها قبلها كانت بهاي السفرة، والأماية ناشرة صور and she was like حبيبة ابني لا فشي and she was like هاي الوياي she was like okay. فهيش عرفت انه هو قاعد يخونها. فنصيحة من قلب هذا المنبر، صاحبوا كل امهات الحبايب اللي تويا لان عندهم سوالف، بالذات هذين الامهات اللي كل شيء غزافير ينزلن، هذني يعني واو 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 السوالف اللي راح تطلعون منهن. المهم سويت شاي، ما ادري لا تشوفوا هنا، ما شربت اي شيء منه لان انا من الناس اللي يحبون الشاي، ما ادري you're gonna cancel me، بس احب الشاي البارد، ما احبه هالقد حار او دافي، راح اقول دافي، وهذا بعده كلش حار. يا ما شربت اي شيء منه، بس هيك صورت على قاعدة اشربه وهيك احترق لساني، بس it's fine. اسبوع جديد let's go. اوكي صار لنا هواي ما نسوي هاي اللفة اللي لازم نسويها كل فلوج، المفروض نسويها كل فلوج، بس صار لنا هواي ما نسويها. خلوني هيك اسويكم، ما عليكم بشعري ما عليكم بيه هيك. اتمنى ما توقعون، تحملوا let's go. أحس إنه مهم إنه تعرفون إنه شعري عايش حياته، أوكي؟ بس هيك I'm just gonna put this out there. بس صار يمكن هسه صار يعني أوكي let's go. اوكي انا ما اعرف اذا انتم سامعين هذا الصوت اللي كان قاعد يمشي، بس هاي اللمبة. فالمفروض انا اصعد، انتظر خليني اوريكم، اصعد على هذا واسوي ادقدقها، اوكي؟ هذا الروتين مالتي، فناخذكم ويانا بهذا التدقيق. سكتت. ما سكتت بس نصت شوية. من أسويها هيك تسكت لأن ما ثابتة، بس
we tried. We gave it a go. Okay, so الساعة حاليا 4:30. كملت دوامي وحاليا راح نبدل ونتجه للبيت. لازم نسوي edit لهذا الفلوج ولازم نقرأ شوية لأن صراحة ما قرأت بالباص، حسيت حالي كلش تعبانة. بس راح نسوي هذا الشيء بس والله ما عندنا هواي أشياء لازم نسويها. So let's go. Let's go. تذكرون الشاي اللي سويته الصبح؟ حراويكم جد شربوا منه. ما يندي انه ما كان ملان من بدينا، تقدرون تشوفون. وهاي اسراء من تسوي شاي الصبح على طول نهاية اليوم. بس انتبه، لذلك ثاني مرة اقول لكم اريد شاي الصبح قولوا لي اسراء لا تعرفك شاكين شنو ممكن تسوين، ما تريدين ما تحتاجين هالشي. let's go. لازم هذا راح اخليه بجنطة بس let's go. لازم اخليكم انتم بجنطة so let's go. اوكي سو الساعة حاليا 6:17 وصلت للبيت. بدلت صراحة ما تستوعب تفكير الناس اللي يجون للبيت وهيك يفترون بالبيت بملابس البرة انه. المهم انا مو من هذول الناس رأسا، بس وصلت للبيت غيرت. وحاليا حاليا شنو بس احكي لكم سالفة، بس أمانة ما أعرف شلون أوصلها، ما أعرف شلون أشرح لكم السالفة حتى أنتوا تستوعبون السالفة، لأن السالفة يا كبرها عند ربي. يعني أنا من شفت الموضوع يعني انصدمت صدمة. I was like بس إذا أنتوا حابين تكملون فأهلا وسهلا بيكم، إذا ما حابين أنا أتفهمها لأن السالفة طويلة شوية. قبل فترة قاعد نحكي قبل شهرين فشي هيك، جيراني القديم راح فإجت وحدة بدالة، وحدة دكتورة، فهي حاليا جيراني. اوكي احنا نوعا ما قريبين، يعني احيانا نجيب بعض نشوف اذا عندنا رد او اسئله او ما ادري شنو، يعني نستشير بعض. فاجتني and she was like عادي تجين تقرين الرد، وصلني بعد ما دزيت احد المراجعين المكان and I was like yeah sure. او تعرفين لو تريدين بس خليه علي وانا اشوفه. she was like لا تعاي يمي وتعاي شوفي and I was like okay. وهالشي يعني مو جديد علينا انه نستشار بعض. اوكي فانا I didn't overreact، لو ما فكرت too much بها. اوكي فاروح ويعني بديت اقرأ الرد and I was like احد اليوم مزاجه مقلوب، احد اليوم مصبح، يعني ما ادري بوجمان. اوكي and I was like أنا كإسراء لو جاييني هيك رد يعني بهل يعني هيك كان بجيت. أوكي كان سوت الدجلة والفرات. أوكي بس I was like oh my god من كل عقلهم هيك كاتبين بالرد and she was like كملتيه and I was like إيه ش هذا الرد، والتفتت عليها and she was like الشخص اللي كاتب هذا الرد هو الأكس مالتي. and I was like wait what. قعدت الشاقين. تخيلوا ان هاي البنية صار لها
أكثر من 6 سنوات ويا حبيبها الحالي. أوكي يعني هم حاليا مخطوبين، بس يعني تخيلوا صار لهم 6 سنوات، يعني هذا لازم المفروض يكون قبل هال6 سنوات. أوكي خلوني أحكي لكم. apparently قبل الكلية بالثانوية هم كانوا يعني صداقة هيك. أوكي وبعدين صاروا حب ومحبتيات، وبعدين يعني صاروا كابل، وبعدين تركته. أوكي وهالإنسان لحد هاللحظة اللي إحنا قاعد نحكي بيها شايل بقلبه. فمن شفنا هذا الرد تعرفون إنه ما أعرف لو تعرفون لا بس هسه راح أقول لكم إياها، إنه إحنا من يعني ما نكتب الردود مالاتنا نسجلها صوتية. أقدر أقول لكم إنه أنا بروحي I was like بس خليني ألاقي الملف اللي يعني التسجيل، لأن تعرفون من تحجون أحيانا تطلع السالفة يعني تطلعون كل مشاعر قلبكم بيها. I was like الله شقد بخاطري بس ألاقي التسجيل بس على مود أشوف. وأنا من الناس اللي لازم تعرفون فشي عني، أنا أبدا مو صحبة ويا الفيسبوك، بس you best believe من وصلت لهاي الحالة I was like you know what فتح الفيسبوك I need to see a face. أوكي لازم أخلي هيك يعني أوكي هسه قرأت هذا وشفت هذا وشفت الرد وشفت الحقارة وشفت يعني حاجة سامعين أكيد، بس لازم أشوف يعني وجهها حتى أشوف هالشهرة اللي لازم يعني تمشي ويا هذا التكست. أوكي فوين تلاقون الناس؟ تلاقوهم على الفيسبوك. ففتحت الفيسبوك and I was like هذا. والسالفة إنه إحنا كنا فاتحين الفيسبوك مالته وإجت واحدة يعني واحدة ثانية ويعني هي مو دكتورة بس يعني إجت واحدة she was like oh my god من هالحلو. I was like no حبيبة if you knew لو عرفتي عن الرد وعن السالفة كان ما نطقتي هالكلمات هالحروف مع بعض عنه. بس يعني انصدمت صدمة. أنا يعني آسفة طولت بالسالفة بس أنا حاليا يعني أنا مصدومة. يعني تخيلوا إنه هو بس شاف اسمها، يعني يمكن أكو 10 منها، يمكن أكو واحدة ثانية، وهيج كاتب رد بهالقساوة. أنا انصدمت يعني ما قاعدة الشاقة جد والله. لو جاييني هيج رد بهالقساوة كان بكيت كان سويت دجلة والفرات جد. بس يعني إنه هو لحد الآن والسالفة مرة يمكن أتوقع 7 أو 8 سنوات عليها السالفة انتهاء السالفة، وبعده دا يفكر هيك وبعده يعني ما متخطي. ساعدوني ندعي مع بعض إنه يتخطى بأقرب وقت، لأن صراحة لو هيك يرد على كل شيء والبنية ما تقدر تخلي أصلا اسمها بدون ما هو يتحسس. I feel bad for him. أوكي ما أعرف إنتو شعليكم بهاي السالفة، بس أنا شعلية بهاي السالفة. بس أنا خليته بالموقف وقلت لازم أحكيكم وياها، لأن صراحة كان سويته بهالموقف. يعني شخص نازل من يعني مراكز الرقي مالت اللي المفروض طبيب يشيلها. باي ذا واي انه هو هم طبيب، بس نازل من مستوى اللي يعني الرقي المفروض الطبيب يشيله، وكاتب هيج سالفة. يعني تخيلوا باكر عقبه المراجعين اذا يريدون يطلعون ملفهم. فشي لازم نقوله هو انه احنا من ندز ما بين بعض المراجعين ما يشوفوه الا اذا نكتب شنو مكتوب بيها. فتخيلوا باكر عقبه اذا او بالحالة الوحيدة اللي هم المراجعين جد راح يستلمون هذا الردود والكلام اللي قاعد يصير ما بيناتنا، هو إذا طلعوا الملف مالتهم. وتخيلوا باكر عقبه لو طلعوا الملف مالتهم وشافوا هذا الرد، يعني كان رد يعني it was really personal، كان رد يعني قاسي لأقصى الحدود. فأنا حاليا مصدومة، بس يعني بنفس الوقت إنه الله يعين على نفسه إنه بعده ما نتخطي، وإنه هيك قاعد يعني تخيلوا إذا كانت غير وحدة بنفس الاسم
وإنه هي اسمها مو نادر، يعني مو أي شيء نادر، يعني اسمها يمكن موجود يعني 10-20 واحد مثله ونفس اللقب ونفس كل شيء. بس انصدمت من قراءته وانصدمت. لا تعرفون هسه من تخلون يعني. المهم هاي السالفة بكبرها. أتمنى ما طولت عليكم رغم إنه هذا صار تقريبا 8 دقائق، بس حسيت إنه لازم أقول لكم إياها. حسيت إنه هاي السالفة ما تتخطى، يعني لازم أفشفش لك أفشفش قلبي وياكم. بس يا حاليا الساعة بال 6:30 إلا 5، ولازم أنهي هذا الفلوج حتى ما أقعد مثل البارحة ما أدري 11:30 بس على ود أسوي إديتينج. فاليوم راح نسوي إديتينج من وقت، ووصلنا لنهاية الفلوج. إذا كملتوا الفلوج للأخير علقوا فشي باللون الوردي، أنا كلش ممتنة لكم، ويعني أشوف إنه هو ناس قاعد يكملون الفلوجات وهالشي جد يسرني، وشكرا. ونلتقي. أتمنى ما طولت عليكم، أتمنى يعني إنه على الأقل يعني هيك عدوا لي إياها ما نقول إياها. المهم نلتقي بالفلوجات الجاية، وبالتوفيق والنجاح. باي.